لو مهندس من بتوع دلوقتي اتحبس في مصر القديمه، اليوم الاول صحيت من النوم على شط النيل وشفت 50 راجل مش عارفين يجروا حجر جيري واحد، والمشرفين بيصرخوا الحبال هتتقطع. بالنسبه ليهم بنى الاهرامات ده تعذيب مقدس، بس بالنسبه لك انت ده مجرد قانون رفع. هن قالوا ده مشبوه، والعمال قالوا ده سحر بالارقام. اليوم الثالث ظبطت زاويه المطلع وقويت الثقالات وحولت الفوضى لسيستم، اصابات اقل، سرعه اكتر، واحجار اضخم. مصر بطلت تبني كانها تكره نفسها. الاسبوع الاول واحد حافي وغريب وقف قدام البكره بتاعتك وسالك. لو اليوم الثاني لميت كل الخشب والنحاس واي جذع شجره مدور مش مربوط في معبد، وبحلول الغروب كنت عملت الرولمان بيلي بدائي وزلاقه بتقل موازن، بكره خشبيه، طقم عمال واحد دلوقتي بقى بيحرك اللي كان بيشل حركه الثلاثه. القوه دي مستلفه، يبقى المجد ده كمان مستلف. بصيت له باستغراب، ده طلع سقراط ابن اليونان. بتعمل ايه هنا يا عمنا؟ كنت مشغله معاك تعد الحصى عشان يفكنا من فلسفته. الشهر الاول فرعون عمرك ترفع مسله واقعه قبل العيد، يا اما راسك تطير. مع اول ضوء شمس المكن بتاعك ارفعها في الهواء انها ريشه، الناس كلها اتجننت من الفرحه. مصر بقى ليها ناطحات سحاب لاول مره في التاريخ.